السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه ام الناس معكم. واليوم غادي نقدم لكم جوج المشاريع كبرى اللي كاينين في مدينه بوزنيقه. وهنا كنهضر لكم على لوكلو اللي هو شقق فاخره وكذلك ديار الضخامه واللي هي شقق اللي عندهم شقق اقتصاديه وعندهم بقع ارضيه للبيع وعندهم بقع ارضيه ديال اغ بلس 2 عندهم بقع ارضيه ديال فيلا. طبعا كلشي المعلومات غنعطيكم الجديد ديال شهر 7 2023. ما تمشيو فين، بقاو معايا في الفيديو، غادي نعطيكم جميع المعلومات والصور والفيديوهات لي زابارتمون تيموان وبعض المعلومات على السكن في مدينة بوزنيقة ومقارنة مع مدينة بن سليم. طبعا حنايا دابا غاديين من بن سليمان في اتجاه مدينة بوزنيقة، وهذه هي الطريق اللي كتسدي لبوزنيقة. كيف ما كتشوفوا يعني غادي نحاول نسرع الفيديو باش نوصلوا لبوزنيقة. مدينة بوزنيقة معروفة بالبحر ديالها، وطبعا كاين جويه اللي عامرة وكاين جويه اللي خاويه، وهاد بحال هاد هنايا حدا القصبارة باينة بان الدنيا عامرة، سيرتو في هاد الصيف كتلقى اكتظاظ. ولكن كاين جويه اخرى اللي البحر فيها يعني كيكون الناس قلال بالنسبه اللي تيبغيو الهدوء وتيبغيو يعني كيف ما كتشوفوا راه اقبال كبير على بوزنيقه. وحنا غادي نتبعوا الطريق ديالنا في اتجاه بوزنيقه وحنا غاديين من مدينه بن سليمان. طبعا كاينه هنايا في الدخله غادي نلقاو اول ما غادي نلقاو على اليسار ديالنا هاد الاقامه واللي هي ديال هذه اللي كنشوفوها دابا على اليسار ديالنا سكن اقتصادي. لكن كان وقع فيه مشكل، الناس دفعوا ولكن وقع مشكل في التسليم، وقع مشكل في المعايير ديال الجوده وهذا ديال الشقق، وقع مشاكل. المهم ما كملش هذا المشروع. والله يكتب لنا مكاتب الخير. لكن هاد جوج المشاريع اللي جبت لكم يعني ناس اللي ديجا داروا الترونش الاولى بحال ديال الضخامه راه وصلوا دابا للديزيام ترونش 11 ترونش، يعني الشطر 10 والشطر 11 اللي دابا تيخدموهم. ولا بحال دابا لوكلو راه حنا شفنا شمس بوزنيقه كيفاش ان المشروع كان ناجح، ولو ان حيت جاء هذاك السكن يعني بريميوم، جوده عاليه الجوده اولا جيد ولا ممتاز ولا ما عرفتش كيفاش غادي نسميه لكم. المهم هاد السكن جا من موراه السكن الاقتصادي، كيف الناس شي شويه بقاو كيتشكاو زعما لان هناك سكن مختلط، لكن ماشي مشكل. بالنسبه للوكلو لا، لوكلو اختاروا انهم يديروه 100% يعني سكن متوسط الجوده. وطبعا هنايا كنلقاو على اليسار ديالنا هاد التجزئه اللي فيها فيلات وفيها حتى هي بقع ارضيه للبيع. لكن ما حنا ما غاديش نعطيكم معلومات عليها، غادي نمشيو مباشره لديار الضخامه وغادي نعطيكم معلومات جديد، المعلومات ديال ديار الضخامه بالنسبه لشهر جويلية 2023. فوالا هي هذه ديار الضخامه. بالنسبه لديار الضخامه باقين الشقق اقتصاديه ديال 25 مليون، ودابا راه واصلين الشطر 10 والشطر 11 واللي فيهم اغ بلس 4. يعني ان سي فغي كاين اغ بلس 4 لان ديار الضخامه كانت في الاول دارت اغ بلس 2 ودارت اغ بلس 3، لكن دابا اغ بلس 4. لكن الجديد اللي كاين في اغ بلس 4 هو ان كاين المصعد، يعني ما واخا تاخذ في الكاتريام راه كاين المصعد. وهاد البقع اللي كتشوفوا هنايا هادو هما البقع الارضيه اللي غادي يكونوا فيهم فيلات وغادي تكون فيهم اغ بلس 2 بحق تباع واغ الكوميرسيال وداكشي. بقاو غير اغ بلس 2 فاس وحده هما اللي بقاو كيديروا 4500 درهم المتر كاري. اللي كاين هو انهم كيكون داير بهم هذا السكن الاقتصادي وهما جاو الوسط، يعني فين ما كتلقى شي دائره ديال السكن الاقتصادي كيديروها هما الوسط في لي ترونش جداد. بيان سور ما يتسلموا حتى من هنا العام ونص، على عكس الفيلات اللي غادي يتسلموا في شهر واحد ديال 2023.
طبعا الفيلات غتقولوا لي شحال دايرين الثمن، دايرين 2600 المتر كاري، فيهم دي ميني فيلا، دي بتي فيلا اللي 160 متر كاري اللي كيطيحوا تقريبا ب 40 مليون، يعني حاجه زوينه بزاف بالنسبه لشي حد اللي بغى يدير شي فيلا في بوزنيقه. يعني موقع ممتاز جيد جدا وقريب للشارع، يعني ماشي شي حاجه اللي هذا. وحتى انه كيف ما قلت لكم كاين السكن الاقتصادي دونك 25، كاين بقع ارضيه ديال 4500 درهم متر كاري، وكاين ميني فيلا وكاين فيلات يعني متراج كبير حتى هو 2600 درهم المتر كاري. هادو هما لي زابارتمون اللي فيهم ار بلس 4 كيف ما كتشوفوا. وطبعا كيف ما قلت لكم هاد البقعة الأرضية غيكون داير بها هاد السكن الاقتصادي. كاين محلات تجارية للبيع تباع الشطر الأول دابا اللي غادي يوجدوه هما ديال 2024 هما اللي كيتباعوا دابا. كاين 13 مليون، كاين 14، كاين 20 مليون بالنسبة للناس اللي باغيين ياخذوا المحلات التجارية. طبعا غادي نحاولوا نكملوا الجوله ديالنا في ديار الضخامه، وغادي نمشيو مباشره، ما غاديش نقطع من الفيديو. نقدر نسرعوا لكن ما نقطعش منه باش نمشيو للوكلو مباشره. غنمشيو للوكلو باش نوريكم فين جات لوكلو. ولوكلو راه مشروع اللي عليه اقبال كبير كبير بزاف، وراه ما بقاوش عندهم بزاف لي زابارتمون بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا في لوكلو. كاين عندهم متراج صغير متراج كبير، يعني تقريبا 86 حتى ل 92 تقريبا في المتراج. ولكن دائما عندهم دو شومبر صالون، ما كاينش 3 شومبر، كاين دو شومبر صالون حتى هي بالمصعد، فيهم مسباح، فيهم يعني قرب البحر، ميم با 5 دقائق انت في البحر، ميم با اش نقول لكم 10 دقائق كاع على رجليك. انا كندوي لك على رجليك، يعني ماشي راه بالطوموبيل، يعني 10 دقائق على رجليك انت في تقريبا ربع ساعه ابوبخي انت في لاكار ديال التران. وانتم عارفين مدينه بوزنيقه. حنا دابا غادي نكملوا طريقنا باش نمشيو للوكلو. وطبعا كيف ما انتم عارفين وكيف ما سبق وحطيت لكم بانه من بعد ديار الضخامه كنلقاو على اليسر ديالنا هاد لاجونس ديال البنكه ديال البنك الشعبي، وعلى اليمين ديالنا كنلقاو هاد الطريق اللي كتديك مباشره للطريق الرئيسيه اللي كتجيب من المحمديه وكتدي للرباط. لكن حنا غادي نكملوا الطريق في اتجاه لا بلاج ديال بوزنيقه، وطبعا لان تما فين كاين اللوكلو. حنا غاديين في هذا الاتجاه كيف ما كتشوفوا. هذه راه على اليمين ديالنا هو فين كان سوق الحد القديم اللي ما بقاش دابا. كاين مشكل الصراحه، كاين مشكل ديال هذا السوق اللي حيدوه. ما صراحه ما كاينش واحد، ما كاينش بديل. فوالا حيت الملاحظ هو ان شي شويه كاين مشكل ديال الوفره ديال الخضار وهذا في بوزنيقه. يعني السوق كان زعما كان يعني كان مرفق شويه الدنيا على الناس وكيوفر الخضره، كيوفر الناس كتاخذ الخضره ديال هذه السيمانه. هادو كما كتشوفوا راه هذا هو بلاصه السوق الخميس، وهاد المحلات راهم تيبيعوا حتى هما الفروته وداك الشيء. ايوا المهم حنا غاديين في طريق البحر كيف ما كتشوفوا، غادي نسرع شي شويه. والمهم هذه هي مدينة بوزنيقه كيف ما كتشوفوا، مدينه جميله بزاف. هذا هو الشارع الرئيسي ديال مدينه بوزنيقه. هذا هو الشارع الرئيسي، فيه لي بنك وفيه لي كافي، فيه زعما يعني فيه بزاف الحوايج. حنا غاديين دابا في اتجاه البحر. طبعا مازال ما وصلناش للرون بوين ديال الشارع هنايا فين كاين هذاك لونغل ديال الطريق، يعني لان هذه كدير البحر، الاخرى هي اللي كتدي لبن سليمان، حيت هنا ما كاينش سونس انفيرس او لا سونس كونترير. وحنا غاديين في اتجاه البحر. غادي تلقانا دابا الرون بوين اللي هي الطريق الرئيسيه اللي كتجيب من المحمديه وكتدي للرباط. طبعا ها هي قدامنا. انا سرعت باش ما نطولش الفيديو. هادو هما اللي على اليسار ديالنا بالزرق هما المحلات ديال الشوا ديال اللحم الحولي.
والبقري وداكشي مي والكفته البقري وهذا. لكن عكس ان ملي كنزيدو هنا كنفوتو الدخله د لوطوروت كنلقاو الشوا ديال الحوت، يعني مفرقين همايا. واخا يبانوا لك هادو، انا في حقيقه كنقترح ان هاد المحلات اللي يكونوا بالازرق يديروهم بالاحمر احسن، وهاد المحلات ديال الحوت هما اللي يديروهم بالازرق. لكن معليش، مهم كلشي جائز. ربما شي حد في الجماعه يسمع هضرتنا وياخذ بالنصيحه. المهم حنا دابا حنا غاديين في اتجاه دخلت لوطوروت، لكن حنا ما غاديش ندخلوا لوطوروت. دونك قبل من لوطوروت انا غندير دابا سونس انفيرس باش نرجع بكم قبل من لوطوروت باش نوريكم بالضبط فين كاينه لو كلو. انا دابا راجعه في لو سونس كونترير ديال لا فيديو. فوالا غادي نرجعوا، ها هي دابا غادي نلقاو هنا فين كاينه يعني هاد لا ريزيدونس ديال لو كلو. احنا غادي ندوروا ليها باش نوريكم. هي هذه نتوما كتشوفوا دابا الباغيير ديالها وهذا الاشهار ديالها. حنا دابا غادي ندخلوا لو كلو. هو هذا لو كلو، المشروع ديال لو كلو. طبعا هنايا على اليمين هادو بوتيتر دي ترونش اللي مازال ما بداوش فيهم، هما باقيين يلا بداو في الشطر الاول. دابا الشطر الاول انا غادي نوريه لكم، وغادي نوريكم لابارتمون تينوا، غادي نعطيكم معلومات، غنعطيكم الاثمنه، جميع اللي كتحتاجوه الا بغيتو تعرفوا. هذا هو البيرو. انا غادي ندخل البيرو باش نجيب لكم المعلومات ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشطر الاول، فيه جوج لي بيسين واللي دايرين به يعني شقق اللي المتراج صغير شويه ديال 86 متر 84 هكا. هو هذا اللي حداه بيسين صغير، والبيسين كبير هو اللي حداه المتراج الكبير اللي هو كدا 90 يعني 98 92 94 بحال كدا. طبعا كيف ما كتشوفوا هادوك يعني تقريبا غادي نقول لكم الاثمنه تقريبا مليون المتر كاري، تقريبا مليون المتر كاري، باش يكون عندكم كومسا واحد لا في جلوبال ديال الاثمنه اللي كاينين هنايا. طبعا غادي نعطيكم. قلتوا لي لا سولتوني امتى غيتسلموا هاد الديور، امتى غيتسلموا اولا شحال الدفعه الاولى. الدفعه الاولى كاين فيها 20%، ومن بعد كتبقى تعطي الترونش الاولى 10% من مورا 6 شهور، عاود 10% من مورا 6 شهور، عاود 10% من مورا 6 شهور. ومن بعد فاش كيوصل من هنا تقريبا عام ونص غادي تسلموا هاد الديور. هذيك الساعه غادي تعطي 50%، لانك غتكون ديجا افونسيتي 50%، غتبقى لك 50% هي اللي خاصك تعطيها باش يمكن لك تدخل للشقه ديالك. هذا هو لابارتمون تيموا. انا دزنا بيت الدراري ودزنا بيت النعاس، دزنا الكوزينه. دابا حنا وصلنا للدوش ولي تواليت كيف ما كتشوفوا، وغادي نمشيو للبوتي صالون. هنايا سيجور هانتوما كتشوفوا. وطبعا هذه راه لانها سفليه راه كتطلع على لا بيسين، دائما كتطلع على بيسين، واللي فوق من حتى ما كيطلع على بيسين. ولكن باغ كونطخ الديور اللي ما تيطلوش على بيسين الاثمنه شويه هابطه على الثمن ديال لي زابارتمون اللي كيطلعوا على بيسين. لكن كاينه واحد المساله، هو ان اللي كيطلعوا على بيسين ما كيكونوش تيشوفوا الشمس يعني تيشوفوا الغرب. هما اللي كاينين، هما اللي باقيين. هذه دونك هذا هو البيرو. فوالا دابا غادي نمشيو نوريكم. هنايا هذا راه هو الترونش الاول، هو اللي كنشوفوه دابا كيتبنى. ها هو على اليسار ديالنا، غادي ندور غنشد لكم عليه. وطبعا كيف ما كتشوفوا راه قريب يوجد. فوالا هما الرافعات ديالو. هذا حنا غادي ندوروا باش نشوفوا نوريه لكم مزيان. هو هذا، فوالا هو هذا الشطر الاول. وطبعا هاد اللي قدامه راه هي الشطر الثاني. بدا دخلوا الشطر الثاني لان مازال ما بداوش، مازال ما عرفناش الشطر الثاني فين غادي يكون. لكن دابا هما في اطار انهم تيبيعوا في الشطر الاول. وهنايا حنا غادي نخرجوا باش نوريكم بانه راه يعني شحال هاد لا ريزيدونس غتكون قريبه من البحر وقريبه من لاكار، وحتى انها الطريق يعني طريق رئيسيه ديال بوزنيقه اللي تتهبط للبحر. فوالا
واذا هادو هما لي زافيش ديال هاد لو كلو حنا غادي نشوفوهم. فوالا لو كلوك الثاني ابارتمون تيموا كاينه، يعني حنا شفناها. هذا هو رقم بيت، رقم الهاتف ديال المكتب البيع. ونتمنى نكون جبت لكم شي حاجه اللي يعني في المستوى واللي تفيدكم. نتمنى كل خير ونتمنى لكم احسن سكن في